الزمالك المتعارف عليه إنه من أكبر أندية أفريقيا والوطن العربي، بطولات، أسماء كبيرة، جمهور ضخم، لكن لما نبص عليه آخر كام سنة هنلاقي فيه نمط بيتكرر. الفريق بيظهر أفضل ما عنده وقت الأزمات، ويتلخبط وقت الاستقرار، وده اللي يخلي ناس كتير تقول هل الزمالك فريق رد فعل؟ بس خلينا نفهم هل ده حقيقي ولا دي مجرد تكهنات. وعشان نفهم ده محتاجين نفهم حاجة معينة، وهي أول حاجة معانا النهاردة عقلية تحت الضغط. في علم النفس الرياضي في حاجة اسمها الأداء تحت الضغط، وفي فرق بتتحفز لما تحس إنها محشورة في زاوية. الزمالك في لحظات كتير بيكون كده، لما كل يشك فيه بيطلع أفضل أداء عنده. طب ليه؟ لأن الضغط في أغلب الأحيان بيعمل 3 حاجات: يرفع التركيز ويقلل التوقعات وبيخلي اللاعب يلعب من غير خوف من الفشل، وكأن الفريق أفضل لما يكون مفيش رفاهية الخسارة، أنا مش هينفع أخسر. وده اللي يخلينا نروح للنقطة التانية، وهي ليه الاستقرار بيبقى مشكلة؟ لأن نفس الفريق اللي قلنا عليه بيشتغل تحت ضغط كويس هو نفس الفريق وقت الاستقرار بيبان عليه التراجع. وده ممكن يكون ليه أسباب زي غياب الثبات الإداري نتيجة لتغيير الخطط ومدربين، طبعا يعني تاكتكس مختلف، قرارات سريعة، وده طبعا بيكسر أي بناء فريق طويل المدى، لأنك مش بتبني فريق زي أرسنال مثلا ومدرب ثابت تصبر على سنين وتاخد نتيجة حتى لو على المدى البعيد، لكن طبعا ده ما بيحصلش. حاجة تاني زي ضغط توقعات، وده طبعا عارفينه، لما تبقى متصدر أو حتى أدائك مهزوز الجمهور والإعلام بيزودوا الضغط بدل ما يساعدوا الفريق يهدى. وده يودينا لتالت جزء، وهو رد الفعل مش إهانة. يعني الزمالك عنده شخصية بس بتظهر وقت الخطر والأزمات، زي لاعب أسطوري بس بيلعب كويس في مباريات معينة. المشكلة هنا مش في القدرة، المشكلة في الاستمرارية. الفرق الكبيرة في العالم مش بتستنى الضغط عشان تشتغل، هي بتخلق لنفسها ضغط. الزمالك في فترات كتيرة الضغط هو اللي بيشغله. فرق بين فريق بيتحكم في المباراة وفريق المباراة بتتحكم فيه. وبما ان الحلقة عن الزمالك مش هينفع ما نتكلمش عن علاقة النادي بجمهوره. جمهور الزمالك صحيح مش اكبر عدد، لكن ممكن يكون من اكتر الجماهير ارتباطهم عاطفيا بالنادي، لان العلاقة بين الزمالك وجمهوره مش مجرد علاقة استقرار، ده جمهور اتربى على لا الدراما. زملكاوي طبعا. اقول لك على حاجه يا ابراهيم، الزملكاويه غالبين 3-1 وقاعدين عاملين كده. الزمالك عمره ما كان نادي مضمون، مفيش موسم تقول خلاص احنا مسيطرين 5 سنين قدام. كل بطولة بتيجي بعد توتر وقلق، وده خلى الجمهور ليه شخصية مختلفة، عصبي سريع الغضب بس مفيش أوفى منه. ودايما موجود حتة مهمة أوي، وهي التعلق بالرموز. جمهور الزمالك بيعشق فكرة الرمز، مش بس لاعب كويس، لأ، عشان كده في تعلق خاص بأسماء كبيرة زي حازم إمام، شيكابالا، حمادة إمام، حسن شحاتة، فاروق جعفر، عبد الحليم علي، وغيرهم كتير. حتى لو مستواهم قل، بس الجمهور بيشوفهم صورة للنادي. وحاجة تانية، في ميزة غريبة مش موجودة عند بعض الجماهير التانية، زي لو الإدارة غلطت هتلاقي المشجع بيقول الإدارة دي غلطت في كذا وكذا وكذا وينتقد. لاعب أثر هيهاجمه. حتى البطولات، طعم البطولة في الزمالك مختلف جدا، لأن البطولة بتيجي زي ما قلنا من شوية بعد معاناة وتوتر وقلق، فساعتها بيحصل انفجار من الفرحة. يمكن عشان كده احتفالات الزمالك دايما شكلها جنوني، عشان بتبقى متخزنة طول الموسم. وفي النهاية الزمالك مش مجرد فريق رد فعل، هو نادي عنده تاريخ كبير وشخصية، بس محتاج تحول من فريق بيعيش على الأزمات لفريق يصنع الاستقرار لنفسه. لأن السؤال الحقيقي هنا مش هل الزمالك كويس تحت الضغط، السؤال هنا ليه لازم الزمالك يوصل لضغط عشان يبقى كويس. وبس كده، أتمنى ما أكونش طولت عليكم. لو عجبك التحليل قول رأيك في الكومنتات، ولو حبيتوا المحتوى اللي بقدمه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. بس كده، مع ألف سلامة.